هنقدم فيها روايه من الروايات المهمه اللي اتقدمت في الفتره الاخيره، وهي روايه بعنوان هيروبوليس. هيروبوليس ده اسم مدينه مصريه عريقه، والحقيقه هي اسم قديم لمدينه السويس اللي كان ليها تاريخ طويل جدا في المقاومه والمقاومه الشعبيه تحديدا. وكاتبنا النهارده كاتب روايه هيروبوليس هو الكاتب الاستاذ محمد التهامي، وقدر يرصد على مدار 100 سنه من تاريخ هذه المدينه تطورات اجتماعيه وحاجات تاريخيه مهمه لهذه المدينه المصريه. نهارك سعيد يا استاذ محمد. نهارك اسعد. اهلا بيك. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. هيروبوليس ده اسم مصري قديم لمدينه السويس. مظبوط. ليه اخترت هيروبوليس؟ ليه اخترت المدينه دي؟ وليه اخترت اللي انت ترصد 100 سنه، وده حاجه صعبه جدا في تاريخ مدينه مصريه؟ جات لك منين الفكره دي؟ هو اخترت ليه السويس لاكتر من سبب، ان مفيش كتير اعمال ادبيه بتتكلم عن السويس او حتى افلام سينمائيه. اغلب الافلام بتتكلم عن بورسعيد او مناطق تانية او اسكندريه، مفيش يعني منطقه تعتبر جديده على الادب. تاني حاجه انا من السويس وعايش في السويس. فقدرت عشان كده برضو قدرت اجمع معلومات اللي انا اكتب عن السويس. 100 سنه عشان حابب ان البلد ديت مرت بظروف كتير، مرت بحروب، مرت باحداث اثرت على القاهره واثرت على مصر كلها، فحبيت احصرها. يعني المدينه ديت تعتبر مكان بيلم احداث كتير قوي حصلت. يعني احداث حصلت في القاهره، بس الاحداث دي اثرت على القاهره وحصلت في السويس. يعني اغلب الحروب حصلت كانت السويس مشاركه فيها. وكان ليها اثر على اتخاذ القرار في القاهره، مع انها بتاثر على القاهره. فهي مدينه تعتبر موقع الاحداث اللي هي بتدور عليها اهم احداث حصلت في اخر 100 سنه من تاريخ مصر. طب عايزين طبعا نعرف فكره عن الروايه بشكل مبسط كده، وعايز اعرف حضرتك بديها 100 سنه باديه من تاريخ مين وانتهت بتاريخ مين؟ هي بادئه الروايه بتاريخ عيله بسيطه اسمها عيله عزيز. عزيز ده كان طالب بيدرس في فرنسا ايام ما كانت مصر بتبعت طلاب في الجامعه، لان ما كانش لسه في جامعات في مصر لفرنسا، وبيرجع يشتغل في هيئه قناه السويس، وبيبتدي بقى هو وعياله واحفاده لحد جيلنا لحد دلوقتي. دي فكره الروايه ببساطه يعني. دي باديه من تاريخ الخديوي عباس ولا؟ لا، من بعد شويه، من خديوي اسماعيل ايام ما كانوا بيرسلوا الطلبه. خديوي اسماعيل، وبعد كده بتمر لحد امتى؟ لحد وقتنا الحالي، لحد ايامنا دلوقتي، لحد وقتنا الحالي. متهيألي انت بادي كمان بتاريخ خديوي اسماعيل ده. متهيألي كان من الاوقات الزاهيه جدا في تاريخ مصر، يعني كان انا بادئ بنهايته عظيمه جدا. بادئ بنهايته، يعني مش بادئ ببدايته قوي. انا بادئ اللي هو بس ان هو فكره ان هو كان طالب في فرنسا وبيرجع من فرنسا ايام البعثات. هو حتى ما بيكملش تعليمه هناك في فرنسا. عزيز بيرجع القاهره، بيرجع السويس تاني، وبيبتدي يعيش حياته من اول وجديد في المدينه. بس وبيتعرض بقى بينزل المدينه، فبيبقى له صداقات اجنبيه، لان المدينه كان بيعيش فيها اجانب، بيعيش فيها فرنساويين، لانهم كانت اداره القناه فرنسويه في الوقت ده. وهو بيبقى ليه قصه حب فرنسيه، وهو بيتجوز واحده مصريه، وبتبتدي تتوالى الاحداث. بعد كده بقى تمر بالثوره، ابنه بيطلع ضابط، وبسبب الثوره بيبتدي، لانه كان من محبي الوفد، فبيبتدي يطلع يترفد من الشغل، ويبدا حياته من جديد بقى. بجد انا بحييك على الفكره، لان الفكره جميله جدا ان انت تضفر الدراما بالادب بالتاريخ بالشكل الجميل ده، ومتهيألي بتبقى محببه كمان للناس اللي هي تعرف التاريخ عن طريق روايه ادبيه. ولكن في مشكله دايما بتواجه اللي بيكتبوا في التاريخ. وجهه نظرك هتبقى منتميه لايه او رايحه لانهي اتجاه؟ يعني عاده بيبقى في اكتر تفسير للتاريخ، اكتر من تفسير، يعني اكتر من رؤيه. اكيد، بس انا بحاول اكون محايد على قد ما اقدر. بس الشخصيات، يعني الروايه يعني دي روايه، اللي عايز يعرف تاريخ بجد يقرا كتب التاريخ. يعني هي بتقدم شخصياتها. ممكن اكون اخطات في حاجات، ممكن اكون اخطات في اسماء، ممكن اكون اخطات في حاجه، بس انا حاولت ان انا اكون دقيق على قد ما اقدر. بس طبعا التاريخ ليه مصادر، وممكن تكون منحاز لشخصيه حد تاني بيرفضها، او انت يعني متشجع لاداء حد معين، حد تاني يقول لك لا ده ما كانش كويس، او ما انا حاولت اكون حيادي، وحاولت مثلا انا ممكن تكوني اكتر فتره مثلا هل الناس بتحب عبد الناصر او السادات، لان الفترات ديت اللي هي عليها جدل دايما. هي جدل عشان في تاريخنا الحديث يعني الاقرب. فانا حاولت مثلا في شخصيات بتحب عبد الناصر ومؤمنه بكلامه، في شخصيات بتحب السادات ومؤمنه بكلامه، في شخصيات بتحب الملك فاروق ومؤمنه بكلامه. انت انحازت لمين في الحقبه الزمنيه دي ال 100 سنه دول؟ هي الشخصيات بتنحاز. انا رايي الشخصي مش هيبقى بطلك انحاز لمين؟ لا، هو بطل كان بيحب النحاس يعني يزيد. بس ودفع ثمن اللي هو كان حبه للوفد يعني والنحاس. دفع ثمن اللي هو اترفد من شغله يعني.
حضرتك ليك مجموعه قصصيه اسمها بني ادم مع وقف التنفيذ، هل ليك اصدارات اخرى ولا هي بس المجموعه القصصيه والروايه؟ ليا اصدار تاني لسه قريب، كتاب في التنميه البشريه اسمه اشتغل وانت في البيت، عن فكره اللي انت ازاي تعمل مشروع صغير من خلال ازاي تستغل وقت فراغك في البيت. حاجه تانية خالص. حاجه تانية خالص. حضرتك عملت كتبت مجموعه قصصيه اللي هي قصص قصيره، مجموعه قصص قصيره، وفي نفس الوقت كتبت الروايه. انهي بالنسبه لك كان ممتع اكتر وانهي اصعب؟ الروايه اصعب طبعا، لان الروايه مثلا زي ديت 100 سنه عايزه بحث كبير، عايزه مصادر كتير، واحنا في مصر هنا ما عندناش الكتب او المصادر اللي هي تتوفر لك بسهوله. يعني عشان تاخد اي معلومه تاريخيه انت ممكن تقرا كذا كتاب، والكتب للاسف في كتب كتيره الكتاب بتوعها بيبقوا منحازين لنفسهم اكتر من منحازين للتاريخ. يعني تحس ان المعلومات مش صادقه قوي. ايوه. يعني ممكن بس فحاولت طبعا. انا في هيروبوليس قعدت 3 سنين بفكر وبكتب وبراجع وبطلع معلومات تاريخيه لحد ما قدرت اوصل للشكل النهائي ده. كانت ايه مرجعياتك؟ يعني كانت ايه الكتب اللي كانت مراجعك الرئيسيه في حاجه زي دي؟ لان ده متهيألي محتاج ريسيرشز يعني فظيعه في التاريخ بصراحه. اكتر مصادر ممكن اكون اقول لك اعتمدت عليها هي في الاخر كلام الناس. حكايات جدي. الحكاوي بتاعت الناس الكبار، لان في الاخر مهما المصادر للاسف معلش احنا ما عندناش مصادر كويسه قويه غير تقريبا كتب هيكل. كتب هيكل تقريبا هي اقوى مصادر يعني موجوده. في الفتره الحديثه يعني في الفتره الحديثه الناصر والسادات والملك طبعا. هو يعني يعتبر هو اكتر واحد عامل بحث وعامل. بس الحاجات التاريخيه القديمه بقى اللي هي مثلا في وقت مثلا خديوي اسماعيل والحاجات دي، لا دي في ابحاث تاريخيه كتير. يعني في ابحاث تاريخيه كتير. انا قريت تقريبا كل اللي متكتب عن الفتره ديت في السويس او جامع السويس يعني في الفتره ديت، بس هو مفيش كتب كتير يعني للاسف. كتب قليله جدا. بس جميل اللي انت كمان قلت اللي انت رجعت لحكايات الجدات. حكايات الناس بقى اللي في الشارع وحكايات اللي انا سمعتها. في حكايات اتربيت عليها لان انا من السويس. يعني كنت اسمع مثلا واحنا صغير يقول لك الهجره مثلا في مدينه نصر، كانت مدينه نصر دي ما فيهاش حاجه خالص، كانت فاضيه، ما فيهاش سيتي ستار، ما فيهاش اي حاجه. لا اكيد ما فيش حاجه من ده. كان بيقول لك العيش بيجي بميعاد والاكل بيجي بميعاد. طيب ايه اهم النقد اللي قريته عن هيروبوليس وشايف انه بجد كان صحيح؟ هو النقد ان الروايه صغيره شويه، ان الروايه مثلا كانت ممكن تبقى اكبر من كده. بس انا شايف يعني اللي احنا في وقت ان الناس ما بتقراش كتير، فالروايه صغيره او روايه كبيره، الروايه صغيره تعتبر افضل يعني اللي الناس ممكن تقراها بسرعه. اللي هي صغيره اللي حاجه يعني كان بيقول لك ممكن تبقى اكبر من كده في الحجم وفي الاحداث. انا متهيألي فعلا انه المجهود البحثي اللي انت عملته ده، انا توقعت فعلا الروايه حجمها صغير، انا توقعت انها تبقى اكبر من كده بكتير. واللي انت تلخص ده كله في الحجم الصغير ده مجهود انا صعب. متعود في المذاكره في الثانويه، في المذاكره في الكليه بنلخص وبنحط تعمل برشام. لا مش برشام يعني، بس احنا بنذاكر من الاخر يعني، بنجيب كده كتب ملخصات. وملخص الملخص عشان احفظ. فانا عملتها بنفس الاسلوب يعني، كنت بعمل ملخصاتي وانا صغير، فانا عملت كانها ملخص. طيب انت تطرقت لنقطه مهمه، ان انت قلت ان الناس دلوقتي كتير ما بتقراش. انت شايف ايه علاج الحكايه دي؟ واحنا قربنا على اليوم العالمي للكتاب، بتشوف انه هل ده التطور الطبيعي يعني عشان في وسائل ثانيه ظهرت زي التلفزيون والراديو والسينما وكده، ولا ليها حلول اخرى ان احنا نقرب؟ هو العالم كله بيقرا مش احنا بس يعني، العالم كله يعني. انت عندك بيقول لك في فرنسا مثلا، واحد كان لسه جاي من فرنسا صديقي بيقول لي نزلت المترو مفيش حد ماسك موبايل، الناس كلها كل واحد ماسك كتاب. بيقول لك لدرجه انا افتكرت ان هم فقراء. بيقول لك هو التليفون في الاخر يعني لما بيجي له تليفون هي المكالمه دقيقه بس، الو جاي سلام عليكم. مفيش رغي وازيكم عاملين ايه وكده. فاحنا مشكله ان احنا ما عندناش فكره القرايه يعني. في بلاد بره دلوقتي في حاجه يعني القراءه السريعه وابحاث القراءه السريعه وازاي تقرا اكبر عدد كتب، واللي انت ازاي تقرا كتاب مثلا 300 صفحه في 5 دقائق وحاجات ابحاث عجيبه. واحنا لسه بنفكر نقرا وما نقراش. بس متهيألي احنا في الفتره الاخيره برضو بقى في مشروع القراءه للجميع ده برضو، الولاد الصغيرين والنشء اللي طالع يعني ابتدوا